بصدر فرخة هنعمل وصفة هتعجب كل البيت. اول حاجة هجيب مكعبين زبدة كبار حلوين كده، هنزل بمكعبين الزبدة وهنزل عليهم بحبة زيت عشان الزبدة ما تتحرقش. هنزل الفراخ بتاعتي اقطعها مكعبات، وهنزل معاها بعود روزماري، مش هنزل اي مكونات تانية الا لما الفراخ تاخد صدمة وتبقى لونها يبيض معايا. هنزل البهارات بتاعتي، توم بودرة، بصل بودرة، حبهان مطحون، بهارات فراخ، فلفل اسمر وملح. اقلب كل المكونات دي كويس لحد ما تتشوح شوية، وهبدأ انزل بيها معاها بفلفل الوان، لو متاح عندك اصفر واحمر واخضر تمام. مفيش ممكن انزل باخضر بس وخلاص، على كده مفيش اي مشكله. هقلب كل المكونات دي مع بعض لحد ما تاخد كلها طعم من بعض وتتجانس مع بعض، وانزل معاهم كمان بعد المكونات اللي نزلنا بيها هنزل بزيتون اختياري، عايزه تحطيه او لا، وانزل كمان بمعلقتين دقيق كبار، واقلب المكونات كلها كويس لحد ما تحسي ان الدقيق بدأ ياخد تشويحه حلوه كده. هنزل بثلاث كوبايات لبن كبار. هقلب المكونات كلها كويس لحد ما ابدا احس ان القوام بدا يتقل. في الوقت دوت انا كنت سلقه مكرونه، هنزل بيها مع المكونات بتاعتي. هنعمل طبق مكرونه حلو سهل وبسيط هيعجب كل البيت بشهاده كل اللي ياكل. وهو تغيير بالنسبه للولاد. المكرونه اما اجي اسلقها ما احطش عليها زيت، الزيت هيفصل الصوص بتاعي. اي صوص بيتسلق هحط زيت مع المكرونه الصوص بيفصل مني. بعد ما نزلت المكرونه هنزل باي جبن موجوده عندك، موتزاريلا رومي. جربيها هتعجبك ان شاء الله، بالهنا والشفا. شيف نجوى الحوت.